حلويات رمضان مشكلتنا الكبيرة لازم نعرف ازاي ناكلها صح وامتى الوقت الصح. عندي وقتين. الوقت الاولاني واللي انا بفضله يبقى دايركتلي بعد الفطور، تاخد قطع دار صباعين اي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها مع كوبايه حاجه دافيه تكون اعشاب عشان هي بتساعد كمان على الهضم. طيب ليه باخدها بعد الفطار؟ عشان انت بتبقى اخد الياف كويسه في الفطار عن طريق الخضار، كمان بروتين كويس على الفطار، والحاجتين دول كل واحد فيهم بيقلل امتصاص السكر وبيمنع ان يحصل سبايك في سكر الدم، فده احسن وقت. ده غير كمان ان انت هتكون شبعان، متقعدش تزود في الحلويات دي بعد الفطور. طيب الوقت التاني بعد صلاة العشاء ممكن ناخد حاجة حلوة، بس أرجو نعمل طريقة الساندوتش، قبلها هناخد حاجة، معاها هناخد حاجة، بعدها هنعمل حاجة. أول حاجة قبلها هتاخد يا مكسرات يا بروتين، تخش قبل السكر وتعمل غلاف لجدار المعدة وتقلل امتصاص السكر. تاني حاجة تاخدها قبلها نص كوباية مية مع نص معلقة صغيرة من خل التفاح، يقلل امتصاص السكر وكمان يظبط سكر الدم. طيب معاها هتاخد الحاجة بالمكسرات، ولا ما عنديش مكسرات خلاص نكتفي بخل التفاح قبلها. طيب بعدها افتكر ان انا قلت بعدها ابتدي ادخل بعدها كوبايه ميه، علشان السكر اللي هيمتص انا هحاول اخلي ميه كتيره تمتص بعديه فتخفف نسبة السكر اللي دخلت الدم وينزل مع البول. دي طريقة بسيطة على قد ما نقدر علشان ناخد الحاجة الحلوة اللي احنا عايزينها، بس نخفف أذاها على جسمنا وعلى سكر الدم.